هاي جهزت له كل العدة. طلع يعني بس هو بده يفرم الريحان والبصل والثوم ويخلط المكونات كلها مع بعض. الله يعطيك العافية. هلا راح نباشر بفرم الريحان. لازم نفرم الريحان بشكل ناعم، ما يكون قطع. يا عيني على هالشيف، شوفوا لي الفرم غير شكل. وليه على هالسكينة؟ ما لا، بعرف استخدمها، بحسها كتير كبيرة. كل ما كانت السكينة حادة وشاطرة بتعين أكتر بالفرم. طبعا. هي حطينا نزار إذا ما الريحان. كانت السكينة كبيرة ما بيعرف يشتغل. وراح نخلط البقدونس، أنا فارمه من قبل. يا عيني على ريحة الريحان، كتير كتير طيبة. وراح نفرم البصلات. لون بصل ونصلي حسب. لا، هلا حطيت تقريبا حبة بصلين ولا حبتين هلا بصلين؟ أنا حطيت حبتين. حبتين بصلين ما؟ إيه. بس مو كتير كبار، شوفوا ليكم ما كبار. طبعا حسب الرغبة، يعني في ناس بتحب البصل أكتر كتير. أقل، هذا الشي بيعود لإلكم. وثوم. توم 4 سنين توم. ايه ما كتير كمان. الثوم بيعطينا نكهة طيبة. كمان حسب الرغبة يعني. طبعا أكيد دائما نحن بنقول بأي شيء بننزل وصفته. إذا كان في بهار، في ملح، آه في خضار، بنقول إنه حسب الرغبة. يعني في ناس أوقات بتحب تحط خضار كتير، بتحب تحط توابل كتير، هذا الشيء بيعود للشخص. كمان بنفرم البصلة كتير ناعمة شايفين؟ ناعمة مشان. يا عيني على فرم هالبصل، لازم نعمل عجة. هلا من بعد ما فرم البصلة حطها هون فوق صدر الدجاج الناعم، وراح يبلش كمان يفرم الثوم. هلا ممكن نحطهم بخلاط او مكسر ونسويهم مع طبعا بعض. اسرع اسرع بس واحسن. بالنسبة للبقدونس والريحان لازم ينفرموا فرم احسن، مشان ما كتير انه ينعجنوا عجن او يطلعوا مثل. ويطلع منهم سوائل. ايه، هيك بتضل قطع صغيرة ناعمة انكه على الاكل. انه هاي الطريقة على طريقته مو طريقتي، هاي هو اللي بيعملها مو انا. بس تطلع معي طيبة اكيد. هلا بيقولوا لك ما حدا بيقول على زيته وعكر. آه. ما حدا بيقول على زيته وعكر، بس عن جد يا جماعه رح اقول لكم شغله. اللقمه الطري ما بتخبي حالها، صح ما حدا بيقول عن زيته وعكر، بس اكيد الاكل لما تكون طيبه وعم تتقدم بطريقه مرتبه، يعني هذا الشيء رح يبين ما رح يتخبى. انتوا شوفوا لي الثوم لوين وصل، الثوم والبصل يا سلام. شوفوا 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 هلا شوفوا كيف هون 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 لا طلع. تطلع الشغلات السلبية. شايفين طلعوا. يعني هلا هو صح بده يعمل اليوم هو الوصفة هو رح يعملها، انتوا بس ركزوا، اكيد رح اشتغل وراه ركزوا يعني لي هون اكيد. بس، انتوا لا تركزوا برا. يعني بلا التوصيف ما بيصير. هي وراء الكواليس بتطلع شغلات. بطلع شغلات كتيرة بس نحن ما وهون بنطالع. عنا بيضتين. رح يحط هدول حبتين البيض، رح ياخذ فرن اول شي، بعد هيك رح يحطهم هون. هلا راح نضيف رشة ملح، فلفل مطحون، ناخذ نكهة طيبة. رشة هال مطحونة كمان، حتى البهار كمان معه طيب. ورشة فليفلة هلا حمراء. رشة صغيرة ما رح يأثر، وفلفل الحمراء، ايه بقى. وشوية زيت نباتي، شوية زيت نباتي مشان ما يطلع الصدر ناشف. تساعدنا على الخلط يعني او على اذا طول بدكم او اذا بدكم حطوا كمان دهنة حسب تطلع الطلب. كتير طيبة. رح هلا يبلش يدعكها كلها مع بعض، وبعد هيك رح احطها في البراد حتى ترتاح شوي. لازم هو يلي يحكي بما انه هي على طريقته. بس انا عم ساعده انا مالي. لانه هو ماله بالعاده يصور وينزل وصفاته هيك شيء، فممكن كتير انه ينسى شغلات لكم اياها. جهزت هون الصينية وحطيت ورق الزبدة، وبعد هيك رح بلش أرز الصدر الدجاج اللي جهزته،
وريحته كتير كتير طيبة. طبعا انتم مثل ما شفتوا من بعد ما خلط كل المكونات مع بعض انا حطيت الصحن بالبراد حتى هيك ترتاح شوي، وبعد هيك طالعتها وبلشت شكلها، ومن بعد ما شكلتها رح احطها بالفرن على درجة حرارة 200، رح شغل من فوق ومن تحت لوقت ما تستوي عندي، ومن بعد ما تستوي عندي بنشوف الخطوة الثانية. وهون بلش يفرم البصل والبندورة. طبعا انتم شو بتحبوا تحطوا في قلب البرجر يعني بتجهزوا. وهذا المخلل انا عملته بدي سمعكم صوت القرشة ولا اطيب من هيك. معطبة هالمخلل. وهون من بعد ما استوت عندي وصارت جاهزة، انا حابة انه حطها بالطواي وحمرها على الطرفين حتى هيك اخذ لون حلو. هلا فيكم انتم تحمروها بالفرن، بس انا بحب هيك انه اعطيها لدعة بالطواي مثل ما واضح عليكم حتى اخذ هذا اللون، يعني التحميرة هاي تطلع عندي. ويا سلام على الريحة بتجنن، والطعمة ولا أطيب من هيك، عن جد كتير كتير ناجحة. كمان رح حط صمون البرجر وهيك أعطيه لدعة كمان هيك حلوة. وبعد هيك رح بلش طبق مثل ما وضح عليكم. رح حط أول شي الكول سلو، بعد هيك رح حط المخلل، بعدين رح حط قطعة الدجاج اللي جهزتها وفوقها حبات البندورة. وفيكم كمان تحطوا إذا بتحبوا جبن بتطلع كتير طيبة. وحطيت شرائح بصل، وبعد هيك حطيت الكاتشب، وهيك صارت عندي أطيب برجر بتشهي القلب وكتير كتير طيبة. طبعا فيكم انتم تحطوا في قلبها بطاطا مقلية، بس أنا ما حبيت إنه حط. ويا عيني، ولهون حبايبي بتكون خلصت الوصفة. إذا حبيتوها حطوا لايك للفيديو واعملوا مشاركة للفيديو حتى الكل يستفاد. وإذا ما انكم مشتركين بقناتي هبة نحاس اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. ويا ميت أهلا وسهلا فيكم، بشوفكم بوصفة تانية، وألف ألف صحة وهنا، ومع السلامة.